في حاجات انتوا لو مربطوش عليها اولادكم وهم صغيرين وعلمتوهم الصح والغلط فيها، هيكبروا وهم فاكرينها حاجة عادية، وكمان ممكن يفكروها حاجة كويسة. البنت بتتخطب في بيت اهلها، مش واحد يجيب لها دبلة في الشارع ويقعد يركع قدامها وبعد كده يقوم حاضنها والناس تقوم تسقف ليهم. بنات الناس بيتخطبوا في بيت اهاليهم مش في الشوارع. مفيش حاجة اسمها احنا مرتبطين. لو في اتنين بدأوا يحسوا اللي هما بيحبوا بعض، الصح اللي هو يروح يخطبها من أهلها وبعد كده يتجوزوا. لو مش عارفين يتجوزوا عشان لسه صغيرين أو مش معاهم اللي هم يتجوزوا، يبقى أصلا العلاقة من الأول غلط. مفيش حاجة اسمها احنا رايحين جايين واكلين شاربين مع بعض وبنجيب لبعض ورد ودباديب ودبل بقى عشان احنا مرتبطين. علموا ولادكم ان قبل الجواز حرام اللي بنت وولد يقعدوا لوحدهم، حرام يقولوا لبعض كلام حب صريح، حرام يمسكوا ايد بعض ويحضنوا بعض. للأسف البديهيات ديت لو معلمتهاش لولادك وهم صغيرين، هيكبروا بقى في حضن الإعلام بتاعنا والأفلام والمسلسلات بتاعتنا ومناظر في الشوارع، استغفر الله العظيم، ويعرفوا إن الكلام ده عادي حلو ورومانسي. ولو حاولت تفهمهم الكلام ده بعد ما يكبروا، هيقولوا عليك متشدد، هيقولوا عليك رجعي، هيقولوا عليك انت بقيت مجنون. ربنا يحفظ أولادنا.